أنا نظن هذه هي اللي تصنع الفارق بالنسبة للمنتخب الياباني. لو يقدر المدافع يمررها لوسط الميدان بسرعة كبيرة، يقدر الوسط الميدان يعني حتى هو بسرعته يزيد وهي مرحلة مهمة جدا، مرحلة خروج الكرة من الدفاع إلى وسط الميدان، من أهم العمليات في عالم كرة القدم التحول الهجومي. نتابع الآن من دون شك تصريح يبدو أنه جاهز، تصريح مدرب منتخب اليابان وماذا قال بخصوص مباراة اليابان وكرواتيا. نتابع. في الوضع المثالي نريد وضع المنافس تحت ضغط كبير منذ البداية. خلال مرحلة المجموعات كنا نقوم بالأمر ذاته. لقد أخبرت لاعبي فريقي أننا نريد أن نلعب بطريقة هجومية، لكن في واقع الأمر لم تسر الأمور كما خططنا لها، لأن المنافسين كانوا أقوياء. البطولة غيابات وإصابات، إصابة بوغبا، إصابة كانتي، الكل قال أن بنزيما، الكل قال أن المنتخب الفرنسي راح يلقى صعوبات ثلاثية أمام منتخب بولندي، وأداء رائع لرابيو ولتشواميني، يعني أسماء بديلة أصبحت أساسية في المنتخب الفرنسي. وما أظن أن الانتقادات في الأول نقدر نعطي لها، يعني نقول أنه كانت في محلها، لأنه لما يغيب لك بوغبا واللاعب كونتي في وسط الميدان اللي كانوا نقدر نقول 70% في النسخة الأخيرة باش المنتخب الفرنسي خدا اللقب. هجوميا كان الكل يعني مركز على سفيان. يعني الحديث حول مدرب منتخب اليابان، هل سيغير من طريقة لعبه أمام منتخب كرواتي عنده أسماء عندها خبرة؟ شوية وراء أن الكرة الآسيوية لاحظنا في هذا تطور الكرة الآسيوية وانضباطهم التكتيكي للفرق مثل اليابان أو كوريا، فيه انضباط تكتيكي كبير، عندهم سرعات، عندهم لاعبين مميزين. فأنا أظن راح يلعب بنفس الطريقة، مع ممكن في بداية الشوط الأول بعد التحفظ، لكن أظن راح يلعب بنفس الطريقة، لأنه عنده لاعبين سريعين في الهجوم، وعنده لاعبين يمتازون برفعات ورفعات جيدة، دقة في التمرير والدقة في الرفعات. ما أظنش أنه راح يغير كثير من طريقة اللعب نتاعو. طبعا سفيان فيه لاعب مهم جدا أيضا في صفوف المنتخب الياباني، هذا اللاعب كل ما يدخل يقلب الموازين، لاعب نادي فرايبورغ إيتاكورا. هذا اللاعب اللي دخل ضد منتخب إسبانيا سجل بعد 4 دقائق، ودخل ضد منتخب ألمانيا سجل بعد 2 دقيقتين. هنا كوتشينغ المدرب الياباني أيضا يصنع الفارق في مثل هذه المباريات. نعم، مثل ما تفضلت، دائما المدرب يقرأ، دائما شفنا على المباريات اللي لعبها دائما في الشوط الثاني عنده قراءة جيدة للمباريات، مدرب متزن هادئ، دائما ما يقرأ المباراة ودائما يعطي إضافة في الأشواط الثانية. مثل ما قلت أنت، الحل هذا دائما يجيب حلول هجومية، عندهم قدرة في التنشيط الهجومي من نقل الكرة من وسط الميدان إلى الثلث الأخير، وعندهم اختراقات كثير على الأطراف، مع سرعة اللاعبين اللي يمتازون بها ودقة الرفعات. أنا نظن أنه المباراة بالنسبة طارق، لما نشوفوا جيل المنتخب الإنجليزي الحالي يقال أنه جيل صراحة يعني ما يتعودش، في حضور يعني فودين نجم المان سيتي، بوكايو ساكا في أرسنال، هاري كين نجم توتنهام اللي شفناه اليوم من فرصة حطها في الشباك، وسط ميدان رهيب جدا في حضور رايس وفي حضور أيضا بيلينغهام. هل هذا الجيل قادر على إنهاء ربما عقدة بالنسبة للإنجليز طالت مطولا وتتويج في نهاية المطاف بهذه الكأس هنالك في قطر؟ وهذا واضح، لأنه بدايتها كانت بالنسبة للفرق، يعني الآن الفرق الإنجليزية تتقاوم سواء في الأوروبا ليج أو حتى في الشامبيونز ليج دائما نصف نهائي، سواء ليفربول أو مانشستر سيتي، تشيلسي. يعني هذا المستوى اللي راه يطلع في الفرق على ما أظن. عودة إليكما أنيس ووليد. شكرا جزيلا إذن لزميلتنا لبنى برويس المجتهدة دائما في انتقاء الأخبار قياسا بالحدث العالمي مونديال قطر 2022. أعود إليك طارق مباشرة. زميلتنا لبنى كانت تتحدث على مبابي الذي تجاوز الأسطورة زين الدين زيدان وأصبح أول لاعب فرنسي يسجل 5 أهداف في المونديال بعد فونتان اللاعب الكبير الفرنسي والأسطورة، أيضا شيء كبير بالنسبة لنجم مثير صراحة. صحيح، عنده قوة يعني بدنية يعني عالمية، السرعة،
يقدر في اي لحظه يصنع الفارق بينه وبين الخصم تاعو. دائما المنتخبات اللي تلعب امامه حتى وتعمل التغطيه يقدر يستغل الفرصه بالسرعه اللي يمتلكها. انا نظن منظومه اللعب تاع المنتخب الفرنسي تعتمد انه دائما جيرو يعني يوضع نفسه انه يحاول انه يركز على لاعبي المحور، ما يديروش تغطيه بالنسبه سواء حتى بالحوة التي كانت في الاشراف. والشكر للمخرج ياسين سادات والمنسق زكريا الحبشي. شكرا جزيلا لك أنيس. شكر أيضا موصول طبعا لطارق غول، ألف شكر، تحياتنا لك. شكرا جزيلا. وكلمة أخيرة طبعا. أخيرة جيف يعني كلمة نقدموا تعازينا الخالصة لعائلة بوقادوم محفوظ اللاعب السابق للفريق الوطني إثر وفاة أخوه مسعود، ربي يرحمه ويوسع عليه وإن شاء الله يكون من أهل برحمته الواسعة إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، إذا شكرا جزيلا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. ابقوا أوفياء لبرنامج سهرة المونديال، وابقوا أوفياء أيضا لبرامج تلفزيون الجزائر. نلتقي بكم في أعداد قادمة بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.